أخيرا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ في سرادقات وقرأ في الإذاعة وقرأ من خلال شاشة التلفزيون وبين جماهيره، أيهما في كل هذه الوسائل ترتاح له ويظهر صوتك واضحا ومسموعا من بين كل هذه الوسائل، وأنت بمفردك أم مع بين جمهورك في المسجد أو في سرادق أو داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون؟ والله ما اختار لنفسك واحد. لما انا قلت ساعات دي بتبقى ساعات تجليات، وبعض الاحيان بيبقى فيها يعني ساعات بيبقى فيها بيقول لك تحضرها الملائكه، وبتبقى فيها يعني زي ما تقول فيه فيوضات الهيه، وفي يعني بعض الاحيان الواحد بيقرا في المسجد وبيبقى فيه نورانيات كده، بيحس بانه في. انا في مره كنت اقرا في الروضه الشريفه والله كده، وما كنتش شاعر بنفسي. كان ايامها الله يرحمه الملك محمد الخامس، ملك المغرب. نعم. ملك المغرب، وكنت مرافقه في الرحله دي. وبعد ما خلصت قراءه جاني احمد بناني اللي هو مدير التشريفات الملكيه، وبيقول لي جلاله الملك بيطلب منك انك تيجي وتقيم في المغرب اقامه دائمه، وكل طلباتك اللي انت عايزها مجابه. بس كنت اقرا ما كنت شاعر بنفسي. انا كنت اقرا سوره المزمل، وكنت يعني صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكنت أقرأ في الجنة يعني تقريبا، ما كنت يعني حاسس بنفسي خالص. هذا بتوفيق الله. ما أنا بقول لك في ساعات الواحد بيبقى يعني ما بيبقاش حاسس بنفسه. قبل أن تقرأ القرآن الكريم هل هناك استعداد من نوع خاص؟ لا لا لا، بيتركها لله الواحد بقى. بعض الأحيان بيبقى في ليالي الواحد ما بيبقاش عامل حسابها ومش مهتم بيها، وتبص تلاقيها فيها فيوضات إلهية وتجليات غريبة. وبعض الأحيان لالي يقول لك يعني عاوز يروح يقرأ كويس ومش عارف ليه، وتلقاه كده ما فيش يعني مش اللي منتظر. فتبص تلاقي فيه ساعات وساعات كده يعني.